لو كل ما تروحي مكان ابنك بيحب انه يقعد لوحده وما بيروحش يلعب مع الاطفال اللي موجودين في المكان ده، ما بيقربش ولا بيندمج معاهم، بس السؤال هنا، تفتكري هو انطوائي؟ تعالي نفهم الموضوع ده سوا. في ام كانت بتحكي لي ان ابنها في اي عيد ميلاد او تجمع بيستخبى ورا ظهرها، لو حد كلمه يسكت، لو جربت تبعد عنه يعيط. هي كانت فاكره انه مش اجتماعي، لكن الحقيقه هو كان مرعوب من التقييم، مش مرتاح للانعزال. الانطوائيه ان الطفل يختار انه يكون لوحده لانه بيرتاح كده، بيحب الهدوء والتركيز والتفاعل الفردي. اما القلق الاجتماعي بيكون في الطفل هو عايز يتفاعل، لكن دماغه بتخوفه من النتيجه. هيضحكوا عليا، مش هعرف ارد، طب هيقولوا عليا ايه؟ والفرق هنا هي في نيه الطفل وفي سلوكه العام، هل هو مرتاح في الانعزال ولا خايف من الاندماج؟ طب تعملي ايه؟ راقبي الطفل، هل هو سعيد ومرتاح وهو لوحده، بيعرف يتسلى لوحده، ولا بيبص على اللي بيلعبوا بحسره؟ ما تجبرهوش على التفاعل، لكن وفري له فرص تفاعل مريحه. لو دي مشكله ابنك، انت ممكن تستخدمي لعب الادوار او التدريب المسبق على اي موقف اجتماعي. يعني نمثل انا وانت في البيت ايه اللي هيحصل في النادي او عند تيتا او في عند الناس اللي احنا هنزورهم، نمثل في مواقف بسيطه وندربه من خلالها على جمل تفاعل بسيط. والاهم، امدحي شجاعته لما يبادر مش بس لما يندمج. اكتبي لي في الكومنتات لو عندك المشكله دي مع ابنك. لو حابب تتعلم تعديل سلوك وتدخل المجال كاخصائي تعديل سلوك، عملت لك كورس مجاني تقدر تتعلم منه اساسيات تعديل السلوك وبسهوله. سجل من خلال اللينك في الكومنتات.